10 لاعبين خانوا بلدهم الأم. قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على اللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. لنبدأ أولا بمبابي. أجبر مبابي اللعب مع المنتخب الفرنسي. أنتم تعرفون مبابي كنجم منتخب فرنسا. ستتفاجؤون إذا قلت لكم أنه كان بإمكانه اللعب مع الجزائر، لأن والدة مبابي أصلها من الجزائر ووالده من الكاميرون، فهذا يعني كان يستطيع اللعب مع المنتخب الجزائري أو منتخب الكاميرون، ولكنه اختار اللعب مع المنتخب الفرنسي. ولكن مبابي ليس مسؤولا للعب مع منتخب فرنسا، لأن والد مبابي قال في البداية: أردت أن يلعب ابني مع الكاميرون، ولكن شخصا من الاتحاد الكاميروني طلب مني مبلغا من المال ليلعب ابني مع الكاميرون، ولكن الاتحاد الفرنسي لم يطلب أي شيء، لذلك مبابي اختار اللعب مع المنتخب الفرنسي. هالاند اختار اللعب مع النرويج على البلد الذي ولد فيه. ولد هالاند في إنجلترا وعاش في إنجلترا 3 أو 4 سنوات، لذلك هالاند يملك الجنسية لما يؤهله اللعب لصالح إنجلترا، ولكن اختار النرويج وهو ليس نادما على اختيار تمثيل النرويج، بل هو فخور بذلك. رحيم ستيرلينغ. ولد رحيم في جامايكا. عاش رحيم سنواته الأولى في جامايكا مع أمه، لأن والده كان فردا في عصابات جامايكا، وقتل والده عندما كان عمر رحيم 2 عام، وكان هذا شيء حزين لرحيم وأمه، فأمه خافت كثيرا ليحصل نفس الشيء مع رحيم، وانتقلت إلى لندن حين كان يبلغ 5 من عمره. ومن ذلك الحين كان ستيرلينغ يعيش في إنجلترا، وعندما أصبح بالغا اختار اللعب مع إنجلترا وليس البلد الذي ولد فيها جامايكا. ولكن بالنسبة لرحيم ستيرلينغ فجامايكا مكانه المفضل من أجل الاسترخاء والاستمتاع. دييغو كوستا كاد أن يقتل من المتعصبين البرازيليين لأنه خان بلده البرازيل ولعب مع إسبانيا، والبرازيليين اعتبروه خائنا ويطالبون بتجديد جنسيته البرازيلية. دييغو كوستا لعب مباراتان وديتان مع البرازيل في عام 2013، ولكن حينما حصل على الجنسية الإسبانية أعلن عن رغبته للعب مع إسبانيا، وكان مدرب البرازيل غاضبا للغاية، وتخلى دييغو كوستا عن البرازيل قبل كأس العالم 2014 بأيام معدودة، وهذا جعله مكروها جدا في البرازيل. ديفيد ألابا هو يلعب لصالح النمسا، ولكن هو من أصول نيجيرية. ولد ديفيد ألابا في النمسا، ولكن والده كان أميرا نيجيريا ومغنيا أيضا. أرسله والده للدراسة في النمسا، وعندما رأى والده أن الموسيقى كانت تدفع له أموالا أكثر من دراسته ترك الدراسة وركز في الغناء، حيث وصلت أغنيته في المرتبة الثانية في سوق الأغاني النمساوية، وأنتج أغاني أكثر نجاحا، وأصبح والده مواطنا نمساويا، وأما أمه من الفلبين، وأيضا كان بإمكانه اللعب مع الفلبين، ولكن في 2009 اختار اللاعب ديفيد ألابا اللعب مع النمسا. إبراهيموفيتش. الجميع يعرف أنه اختار تمثيل السويد، ولكن هو من أصول البوسنة، وعلى الرغم أنه ولد في السويد في عام 1981، وكان بإمكانه اللعب مع منتخب البوسنة لأن أبوه من البوسنة، وبإمكانه أيضا اللعب مع منتخب كرواتيا لأن أمه من كرواتيا. لذلك عندما فاز لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في عام 2018 كان إبراهيموفيتش فخور بتراثه وهنأ لوكا مودريتش بحرارة. ولكن على الأقل ليس لديه شقيقان يلعبان لبلاد آخر. أتحدث عن اللاعب بوغبا. ولد في فرنسا، ولكن والده من غينيا. لدى بوغبا شقيقان توأم يلعبان لصالح منتخب غينيا، ولكن بوغبا كان اختياره موفق، فاز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي. مسعود أوزيل كان صغيرا في ألمانيا، وكان اختياره صعب للبلد الذي يلعب لصالحه. كان والداه أتراك، ولكنه اختار اللعب مع منتخب ألمانيا، لكنه لا يكره تركيا. لعب لصالح أندية تركيا، وهو ولد بين عائلة فقيرة، ولكن لم تمنعه الظروف، ورأى كرة القدم الطريقة للتخلص من الفقر، وهو الأصغر من بين إخوته. وأصبح مسعود أوزيل أحد أعظم لاعب من اللاعبين الذين شهدتهم ألمانيا. جيروم هو يلعب لصالح المنتخب الألماني، ولديه أخ يلعب لصالح منتخب غانا. فاز جيروم بكأس العالم في عام 2014 في البرازيل، وهذا الأمر جعل والدته الألمانية سعيدة للغاية. ميسي يلعب لصالح الأرجنتين، وولد في الأرجنتين ولكن أصله من إسبانيا. جده الأكبر ولد في إسبانيا. انتقل ميسي إلى برشلونة حيث كان يبلغ من العمر 13 عاما. أدرك مدير نادي برشلونة كارس ليشاك
مدى موهبة ليونيل ميسي، لذلك طلب من الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقناع ميسي للعب مع إسبانيا، ولكن ميسي اختار الأرجنتين لأنه كان قدوته مارادونا وأراد الفوز بكأس العالم مثله، وفعلا فاز بكأس العالم 2022 في قطر، وربما لم يفز به كان سيندم على اختياره كثيرا. وبالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على اللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله.